طبعا بفكركوا بالباور فيتا وأهميته للمواشي من أبقار وجاموس، خصيصا مع فصل الشتاء وبدء تغير الجو، بالاستخدام المنتظم من بريمكس السائل. أيوة، بريمكس سائل، لأن الباور فيتا هو أول بريمكس سائل بعد تصنيع العلف، سواء على العلف أو التبن أو القش أو الدريس. قبل ما أقولك الجرعات، عايزة أقولك في توصية سريعة من المهندسة منار علي إننا لازم نخلي بالنا من الالتهاب الرئوي في الأبقار خصوصا، ومش لازم نستنى الدكتور يوصف لنا حقن فيتامينات مع علاج الالتهاب الرئوي. مش لازم استنى المرض يجيلي وبعدين أعالج، ولا لازم استنى البقر يرقد من نقص الفيتامينات عشان استخدمها، ولا نستنى القلب يضعف، وده انت ما بتشوفوش وما بتعرفوش. يبقى لازم اعمل حسابي واستخدم جرعات البريمكس السائلة الوحيدة في مصر اللي اسمه الباور فيتا. كمان تخيل كده لما هو رش على التبن ولا القش ولا الدريس والأبقار بتكتر وواخدة 18 فيتامين مرشوش على مادة هي في الأصل رخيصة، سواء تبن أو قش. طبعا مش هقولك بعد أسبوعين الشعر بتاع الحيوان هيبقى عامل ازاي، والعضلات واللحم هتبقى عاملة ازاي، والمناعة وإنه ياخد على الجو اللي مش مظبوط، وكمان وقاية من الحمى ومسببات الالتهاب. ودلوقتي هنشرح مع بعض جرعات الباور فيتا. جرعات الباور فيتا بتتقسم على حسب الأوزان. لو العجل عندك وصل ل 200 كيلو بتديله 3 سنتي باور فيتا في اليوم لمدة 3 أيام في الأسبوع في الصيف و5 أيام في الشتاء. ولو وزنه 300 كيلو بتديله 3.5 سنتي باور فيتا رش على العلف في اليوم لمدة 5 أيام في الأسبوع في الشتاء و3 أيام في الأسبوع في الصيف. ولو وزنه فوق 300 كيلو بتديله 5 سنتي باور فيتا رش على علف في اليوم لمدة 5 أيام في الأسبوع في الشتاء و3 أيام في الأسبوع في الصيف. ولو وزنه فوق 400 كيلو بتديله 5.5 سنتي باور فيتا رش على العلف في اليوم لمدة 5 أيام في الأسبوع في الشتاء و3 أيام في الأسبوع في الصيف. وإجمالي دورة التسمين بيكون 6 شهور، فهتحتاج نص لتر في الدورة كلها للراس الواحدة. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة. تقدروا تطلبوا الأدوية من الأرقام الموضحة على الشاشة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. مع تحيات المكتب العلمي لشركة المتحدون الدوليون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.